راك مغربي يا صاحبي، طلع النيفو، هز النيفو، افتخر ببلادك، ماشي افتخروا غير في الكورة. انا شتو بخومي، جا وقتنا. Familia de Marruecos, España y Portugal. Hay que venir a visitar Marruecos. Mira qué alegría tengo con mis portugueses. Bueno, y espera, ¿de dónde son? Welcome to Morocco. Where are you from? Where are you from? Chinese. Chinese. Chinese, welcome to Morocco! Welcome to Morocco! خويا عافاك، اعطيني واحد الثوريزة. واقفة؟ ايه هذا لا هو دواء مرضي. شوية سي تري بون. You like it? You like it? واو بنين مزيان بزاف. شنو؟ ديال الصفوق. صفرو. ديال الصفوق. شكرا، الله يعطيك الخير، عيد مبارك. يعني أنا بس بدي أعرف كيف بده يجي من قلبي أترك المغرب وأرجع على السويد. تبقى حمار حضرتك. المغرب بدون مبالغة، والله بدون مبالغة، سكرت ملف أوروبا وبجدارة. سكرت ملف أوروبا بكل المجالات، الخدمات، الأسعار، النظافة، لطافة شعبهم. السلام عليكم. هنا اسواق المرجان، كل شيء فيها، كل شيء، خضار، حق الفطور، حق الغداء، لحم، خبز، كل شيء موجود، لجبان، كل شيء كل شيء كل شيء. واحد يجي يتقضى من هنا خلاص 100. يعني نصيحة لكل العرب اللي ساكنين بأوروبا، المغرب وجهة أساسية ورئيسية دائما بالعطلات، دائما المغرب وجهة أساسية بالنسبة إلي سنويا بدون أي مبالغة. سكرت ملف كل أوروبا وملف كل البلاد العربية يلي عم يروحوا لها الغير. مرحبا بكم في الرباط، أنظف مدينة في أفريقيا. ذي فرج احسن المدن المغربيه اللي ممكن ان الانسان يزورها، تمن كيكون مرفق في الصيف، البلايص كيكونوا فيها زوينين ومحترمه. كاين بعض المدن اللي في المغرب الناس ما كيعرفوهاش كاع فين جات. كاين بعض الناس كيمشيو يسافروا لبلادهم، كيبقاو في المدينه اللي هما مشاو ليها، ما كيخرجوش منها. كاين بعض الناس كتسمعي كتقول لك شي مدينه انت ما كتعرفيهاش كاع واش كاينه في الخريطه، واش عندنا ولا ما عندناش. دونك قولوا لي شنو هي احسن بلاد ولا احسن مدينه بالضبط ولا وجهه سياحيه ممكن ان الانسان يمشي لها للمغرب. شنو هما المدن اللي في نظركم نتوما كتبان لكم زوينه ورخيصه والمعيشه فيها زوينه ولا نقيه ومرفقه و ميم طون تكون محترمه، لان كاين شي بلايص ثاني ما تقدرش تحطي فيها رجلك وانت مع والديك ولا مع وليداتك. شنو هما البلايص اللي في نظركم نتوما زوين يقدر الانسان انه يمشي يتفرج ولا يمشي يشوفهم لاول مره سورتو؟ ولا عندكم دي بون بلون شي بلايص كتبوها في التعاليق. بغيتكم انكم اليوم ديروا واحد الجرد، واحد السونداج غنديروه اليوم باش نعرفوا شنو هي احسن وجهه سياحيه غتكون ان شاء الله في 2025 هاد السنه هذه، وكل شيء ان شاء الله يعطينا الاقتراحات ديالو والاثمنه. الا كان مشى فين مشى، سميه ديال البلايص، سميه ديال البحوره، مخلصين بريفي ماشي كلشي، تقرير شامل على احسن مدينه عندنا في البلاد هذا العام ان شاء الله. يلا افو. تبغى مكان ولا في الأحلام تعال هنا. يا الله ما هذا الجمال. الرباط أنظف مدن أفريقيا. فرجوا الكيس، فرج يشعل يشعل يشعل، وراهو مش بارتي صغيره كهو نظيفه، راهو ليه نحكيو على مدينه كامله، مدينه الرباط. شو الممشى لهنا، ممشى نتاع مترجلين وبسكليت اللي قلت لكم عليها، هو من اكبر مسابح في افريقيا، ومن غاديك البحر
الرباط تحس روحك في اوروبا، والله اقوى حتى من اوروبا والله. تفرجوا. جنان السبيل هي حديقة عمومية موجودة في مدينة فاس، هي متنفس لأهالي مدينة فاس وللسياح بصفة عامة، خاصة بعد جولة طويلة في بين أزقة المدينة العتيقة. جنان السبيل هي حديقة على الطراز الأندلسي، تتوسط الحديقة نافورة ماء، كيف فيها بحيرة صغيرة. رقم تاريخي يسجله المغرب في قطاع السياحة. المملكة استقبلت أكثر من 17,400,000 سائح خلال العام الماضي. هذا العدد يمثل زيادة بنحو 20% عن عام 2023، ويجعل مملكة المغرب قريبة من تحقيق طموحها المتمثل في استقبال نحو 26 مليون سائح في 2030 عندما تستضيف نهائيات كأس العالم بالاشتراك مع أسبانيا والبرتغال. هذا وتجاوزت الإيرادات السياحية للمغرب خلال 2024 ل10 مليارات دولار. بتسافر المغرب، مصر على هذا القرار؟ طيب، هذه معلومات بسيطة ممكن تخدمك بسفرتك المغرب. قصة التذكرة، الأيام اللي بتجلسها بالمغرب اضربها في 1000 ريال سعودي، هذه ميزانيتك، هذه ميزانية السائح. رايح تدرس هذا موضوع ثاني. توصل إن شاء الله بالسلامة المطار محمد الخامس، تنزل من الطيارة تلاحظ أرض عربية مع جو أوروبي، ميكس كذا بطل وفاخر من الآخر. تنزل المطار، أول شيء تسويه بعد صرف العملة أو تبديل العملة، خذ لك شريحة إنترنت واعتمد عليها اعتماد كبير بالتنقل. يعني لا تسأل أحد، الدليل عندك بالجوال. عندك 3 طرق للخروج من المطار: قطار، تاكسي، سيارة خاصة تستأجرها من المطار. الأفضل السيارة الخاصة للأمانة، لكن يبغالك، مشكلتها أنك لازم تحط لك ميزانية للمخالفات المرورية. المخالفات الأمن عندهم منتشر ودقيق بالموضوع المخالفات. أيا كان جدولك، بتكلم لك عن الجنوب الحين، كازابلانكا على مراكش على أكادير، هذه المعروفة. يعني أيا كان جدولك، عط أكادير نصيب الأسد من الرحلة وبعدها مراكش. الشعب المغربي للأمانة الشعب مثقف ومطلع، يعني حاولك ما تفتح مواضيع تحرجك باختصار. يعني حاولك تسولف عن الحاضر الجميل والمستقبل المشرق والمواضيع اللي تدعم سفرتك. بالأسواق العتيقة إذا كنت راعي تصوير وزوايا يا ذيبان، انتبه لجوالك عشان ما يطيح ويختفي. شاطئ عين دياب، كازابلانكا، إذا رحت لها العصريات حاولك تلبس نظارة شمسية ونحصل كمامة أفضل. أكادير إذا وصلتها عندك خيارين ممتازات الأمانة، عندك أماديل بيتش فندق وعندك رويال أطلس. نوخ ركابك يا ذيبان هناك على الشاطئ على طول، وفي كذا فندق برضو كويس. وانت راجع إن شاء الله بالسلامة. ما امداه المقطع، ما راح يكمل، لكن نتكلم بالموضوع المقطع الثاني. السلام عليكم.